9:15. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. صباح الخير حبايبي. لا انا في اسكندرية مش في القاهرة. وحشتوني قوي قوي قوي، وحشني اني اصور فيديوهات. كنت بمر بوعكة صحية جديدة جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني خلاص تماثلت للشفاء. وبالكم بقى معايا النهاردة هدية، حقيقي هدية، وهتعرفوا انها قد ايه لطيفة وجميلة. وهقول لكم التجربة، يعني انا هجربها معاكم وهتشوفوا النتيجة اكتر من رائعة. حقيقي عجبتني جدا صراحة. انا بقالي كام مرة كده اشتري حاجات من امازون وتطلع فاشلة، فاتمنى بقى دي تطلع حلوة. بصوا انا هقرب الكاميرا كده عشان تبقوا شايفينها وانا بفتحها معاكم، وهنجربها مع بعض. يعني انا بصوا والله بفتحها معاكم وبكتشفها ايه معاكم. ده طبعا الورق ده عيش. البلاستيك ده نقعد نفرقع فيه كده. الله على جماله، بيهدي الاعصاب بطريقه مش معقوله. اهي بصوا الحلوه دي بقى، برغم ان انا شفت عليها ريفيوهات يعني مش حلوه قوي، بس آه برضو جبتها. اسمها ايه؟ اسمها سوبر ميد، يعني الخادمه الممتازه او سوبر خادمه يعني بتعمل شغل محترم. هنشوف يا سي امازون. مش دايما حاجات امازون بتطلع معايا صراحة حلوة، بس انا عندي شغف فظيع فظيع اني اكتشف الحاجات اللي هي الجديدة، اي ما كانت بقى في كل المجالات، يعني مش لازم تنظيف بس. واجيبها وارجعها لو ما عجبتنيش. يعني كويس ان هو في ايه حكاية الاسترجاع دي. افتحها بقى ونطلع القطعة بتاعتها. ما شاء الله القطعة الاساسية بتاعتها تقيلة، يعني الخامة بتاعتها شكلها حلو. والله اعلم، ادينا هنشوف. بصوا جاي معاها ايه. جاي معاها 4 فوط. يعني بصوا دي عاملة زي ايه، خشنة كده تقريبا، دي بتاعت الفرك الدعك، ودي زي الفوطة كده زي بتاعت الموب. طب جميل. هفك بقى كل اجزائها وبعدين هنركبها مع بعض ان شاء الله. الفيديو اللي فات انا كنت عامله فيه ايه، كنت عامله فيه كنت جايبه فيه قصدي مكنسه كده، اللي هي المكنسه الذكيه، بس طلعت غبيه غباوه لانها نوع رخيص، فمش ما كانتش حلوه خالص، وعملت لها استرجاع. لسه لغايه دلوقتي الحقيقه ما رجعوليش فلوسها، بس انا جبت دي اهو. فيها بامفلت كده بطريقه الاستخدام، ودول اللي هم الايد بتاعتها. هفك كله وهنركبها سوا. معلش بقى اصبروا عليا عشان انا بوريكم خطوة بخطوة. يمكن هسرع الفيديو في حاجات صغيرة كده، بس ايه مش هقطع حاجة خالص. جميل. هي فيها قطع كتير، يعني فيها قطع الايد والشاحن بتاعها لانها بتشتغل بالشحن. يعني ممكن تمسكيها كده وتتحركي بيها في البيت من غير سلك بقى ولا حاجة. هنشوف. هي اساسا للارضيات يعني، لكن انا فكرت كمان ان هي ممكن تنفع للحوائط. بصوا اهي، فيها اللي هو العجلتين الدوارين اللي تحت دول اللي هما بيلفوا، وفي هنا ايه، وفي هنا زرار اللي هو الاون اوف ده. ما يعني انا بصيت على البامفلت بتاعها ان تعمليها برجلك، المفروض برجلك، عشان كده حطيناها تحت اهو، يقفل ويفتح. بس هي الحقيقة بقى مش مشحونة. هما قالوا ايه، لو جبتي حاجة بالشحن ولقيتيها بتفتح معاكي يبقى هي دي جربت قبل كده، لكن دي واضح ان هي ما تجربتش لانها فاضية تماما. دي علامة صحية مش وحشة يعني. دي معلومة كمان، لو جبتي حاجة تكون مثلا لازم تتشحن. يعني انا المكنسة اللي جبتها اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات، فتحتها لقيتها فيها مية. هي بتشتغل بالبخار، ف لقيت فيها ميه. يعني اول ما فتحتها لقيتها اشتغلت على طول، فده كان دليل على انها كانت استخدمت قبل كده. انا بقى بدور دلوقتي فين الشاحن هحطه. هي بصي الجزء ده الشاحن فين، انا هدور على مكان الشاحن فين وارجع تاني. لقيته بقى. بصي اولا الايد بتاعتها بتتحرك يمين وشمال وقدام وورا، واهو الشاحن اهو. هحط فيه الفيشة بقى وهحطه في
في الكهرباء واسيبها شوية كده تشحن. وايه ونشوف. بس بقى قبل ما اسيبها كده تشحن عايزة اوريكم منظر. بصوا بصوا انا شايلة البيت طبعا عشان انا بنضف. بصوا ست هانم دي قعدت فين. مشكلة هاي كولا. بصوا قعدت في وسط الاكياس. يلا هسيبكم بقى وارجع تاني ان شاء الله بعد ما تشحن. سبتها 10 دقايق وجربت كده لقيتها ايه اشتغلت. فيلا بينا هنكمل تركيب فيها ونبتدي نجربها. انا والله قلت مش هجربها غير معاكم، يعني انا بس دوست كده على الزرار لقيتها ايه ابتدت تشتغل اهي. هي ليها فوط، سامعين ده زي السكوتش كده او زي الكوتشي التشيك ده اللي هو بيلزق يعني. هحط بقى دول الناعمين دول. انا مش محتاجة ادعك ارض، انا محتاجة دلوقتي ايه نجربها نشوفها ايه اخبارها. هركب الايد بتاعتها اهو. تابعوا بقى معايا، انا بوريكم كل حاجة بالتفصيل عشان تبقوا شايفينها على المظبوط. هي معاها قطعتين كده سود اللي محطوطين على الترابيزه الصغيرين دول. انا مش عارفه صراحه بتوع ايه، هبقى اشوف يعني ان شاء الله. اكيد مش اول تجربه ليها هطلع مزاياها. بس هي بصراحه يعني لان انا طبعا ايه بسجل بسجل صوتي على الفيديو، فاكيد احنا جربناها مع بعض بقى، فبصراحه عجبتني. تعالي نشوف. خلاص انا ركبت كده الايد وهي ما شاء الله طويلة. ايدها طويلة يعني، ولا هتوطي ولا هتتعبلك ظهرك ولا اي حاجة. وهتشوفي كمان فيها ميزة لطيفة جدا 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 اهي طويلة. بصوا البيت متشال ازاي. بصوا ده انا عاملة في نفسي عمايل يعني، يا دوب بس شميت نفسي من التعب وقمت بقى. يلا ربنا يدينا ويديكم الصحة يا رب، وما يحرمش حد من صحته، ودايما كده يشتغل في بيته الشغل كله نشاط. شفتي طويلة قد ايه ما شاء الله. طيب يلا بقى انا هفتحها بقى ونجرب كده على الناشف خالص. الفوط ناشفة وهي فتحتها ما شاء الله. بصي بتلف ازاي يعني كأنها هي اللي بتمشي. انا بس مجرد اني ايه بسحب الايد كده، بسحب لورا مش دعك. والله هي اللي بتمشي لوحدها. سهلة وسلسة. بصي يعني انتي لو عايزة تلمعي بيها ما شاء الله، يمكن مش باين في الصورة بس والله بصي خلت البورسلين يضوي كده ما شاء الله. ده على الناشف. خلاص انا هجرب معاكم حاجة تانية، هعمل لكم بقى ريفيو عنها. انا ولا بعمل اعلان ولا بتاع، اهي بالرجل كده ايه بتدوسي عليها توقفيها. طيب هجرب معاكم بقى ايه الكاتشب. عارفين القنوات اللي بتعمل الحكاية دي؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا حزينة جدا وانا بعمل كده، بس ايه عشان نشوف قوة مسحها ازاي. اهو حطيت شوية كاتشب اهم صغيرين يعني، وربنا يسامحني بقى انا محبش احط الاكل في الارض بصراحة. بس اهي بصي هلا ايه الاخبار. خلاص مسحته، خلت الارض تاني زي الفل. وهجرب تجربة تانية، هكب مية ومش هغسل الفوط. اهي كده وقفت تمام. بصي شايفة الفوط اهي كاتشب فيها. هسيبها زي ما هي كده عشان بس نعمل تجربة ايه ان هل هي لما هنحط مية هت يعني هتنزل اللي فيها ده على الارض، الكاتشب اللي فيها هتخليه يلزق في الارض ولا هتمتص كله. اهو اوعي بقى كلها كده، اوعي. بصي انا بكب ميه اهو. كبر، شايفين الميه اكيد صح؟ اهي كميه ميه حلوه. انا بس في الجزء ده علشان تشوفوه يعني في حدود الكاميرا. هشغلها تاني اهي ميه وهفتحها. بصي الميه بقى اتشفطت، اتسحبت. لا مبسوطة بيها جدا 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 والله العظيم جميل. انا طبعا يا جماعة مش بعمل ريفيو اكيد،
ولا ده اعلان يعني انا بعمل ريفيو لكن مش اعلان والله. يعني انا بقولك بمنتهى الامان، المكنسة التانية الذكية اللي انا جبتها قلتلك ان هي فاشلة وغبية ومحدش يجيبها. دي بقى ممتازة. وبعتقد كمان ان الفوط بتاعة الدعك هتطلع حلوة جدا، وهستخدمها وهجربها على السيراميك بتاع المطبخ بتاع الحمام، وهنشوف مع بعض. بس انا عشان مطولش عليكي الفيديو انا هكتفي بكده بس. بصي، ولا نزلت لون الكاتشب ولا اي حاجة. ودي بصي مليانة مية، سحبت المية كلها ما شاء الله. لا بجد ممتازة، بالنسبة كمان لسعرها ممتازة ممتازة، ومفيش اي مجهود عملته. جيبوها يا جماعة، اللي عنده اطفال صغيرين يجيبها، لان هم بيوقعوا حاجات كتير، بيبسي، اكل، ما اعرف ايه، هتلم هتسحب كل حاجة على الارض. هسيبها بقى تكمل شحنها واروح اشوف بقى البيت واكمله ان شاء الله على خير. بس بصوا بقى الدنيا بتشتي بتشتي بتشتي، هي من الصبح من الفجر الحقيقة الدنيا بتمطر، والجو جميل جدا جدا. وبرغم كده الدنيا بتمطر انا لسه قايمه من تعب. ربنا يدينا الصحه جميعا. اول ما تحسي انك بقيتي كويسه قومي اشتغلي وشوفي بيتك وشوفي طلبات بيتك، ما تسيبيش نفسك للمرض ولا للعيا. الله على جمال السماء وشكل السحب تجنن. اشوفكم ان شاء الله، ربنا يقدرني واعمل فيديو بكره ان شاء الله واشوفكم فيه بألف خير. سلام عليكم.